ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير، وحشتوني جدا. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. النهارده هتكلم معاكم على اعلانات السيارات الجديد، لسه نازل كده حبه حلوين. يلا بينا. اعلانات السيارات الجديد، الاعلان يا جماعه هو ضامن خالد النبوي وعمر خيرت، طبعا اعلان التعريف، وويجز والنادي الاهلي. فكرته كده بشكل مختصر بيتكلم عن ان انت دايما تسبق نفسك، ان انت تحارب نفسك وكمان تنافس نفسك، ان انت ما تقعدش ضيع منك وقت او ضيع منك حاجات كتير جدا عشان حد تاني يجي يسبقك في مجالك ده او في الحاجه اللي انت بتقدمها او ايا كان، وحد تاني يجي يسبقك او يعديك فيها. لا، انت دايما تبقى باصص لنفسك وتقعد تشوف نفسك وتسقف لنفسك وتبقى انت واثق ومصدق نفسك في كل حاجه انت بتقدمها، وما يهمكش اي كلام اي حد، وان انت دايما مركز على النقطة اللي انت شايفها في دماغك، ان انت شايف ان هي صح. قدامك ده مثلا عايز يحبطك، عاوز ان هو يوقعك، عايز ان انت تبقى فاشل زيه علشان يخليك انت تبقى في الاخر نهايتك وحشة. فدايما دي نصيحة برضو لكل الناس، وعلى فكرة دي اولها انا قبل ما تبقى ليكوا انتوا. دايما كل واحد يبص لنفسه الاول، ان هو حتى لو انتوا ركزتوا في الاعلان، كل ما بيجي مثلا مشهد لخالد النبوي تلاقيه متكرر قدامه، هو بيسقف لنفسه ويقعد يتكلم في نفسه وهو عشان محدش يجي يسبقه ومحدش يعديه. ويجز نفس الكلام، عمر خيرت، اي حد. والمثال ده مش عليهم هم بس، على كل الناس. على فكره الفكره بتاعت الاعلان كانت حلوه جدا، الفكره كانت بجد فعلا من اكتر الاعلانات السنه دي اللي كانت عجباني فكرتها، راحه جديده ما اتعملتش قبل كده. شايف ان الاعلان ده يا جماعه برضه من الاعلانات اللي هتعيش، مش من الاعلان اللي هو اتعمل وهيترمي وخلاص، او الاعلان اللي هو خلاص عدى يعني في رمضان. بصراحه اعلان قوي جدا، انا شايف ان هو كان فكرته حلوه، واللي هيركز في الاعلان واللي فعلا هيفهم المعنى، مش مجرد يتفرج على الاعلان وخلاص، هيفهم اللي انا بقوله ده كويس. بحاول اقدم لكم الحاجه بشكل مختصر زي ما انتم عارفين عشان ما اطولش عليكم كتير. شايف الاعلان ده من اقوى الاعلانات السنه دي في رمضان. لكم في الكومنتات تحت قولوا لي شايفين الاعلان كان قوي ولا كانش احسن حاجه. هو بس في حاجه بسيطه او تعقيب بسيط يعني ازاي يجيبوا ويجز مع عمر خيرت في نفس الاعلان؟ يعني برضه ويجز طبعا جميل وانا بحبه على فكره يا جماعه، هو راب جامد قوي وانا على فكره بحب اغانيه جدا. شايف ان هي ما كانتش الفكره مناسبه في الحته دي، ان هم جايبين عمر خيرت وويجز في نفس الاعلان، دي غريبه. خالد النبوي في النص، فالموضوع برضه كان عكس بعضه جدا. في النهايه الفكره كلها واحده، الفكره هي اللي كانت عجباني وكانت شداني جدا في الاعلان، وانا حبيت اشاركها معاكم واقول لكم رايي. وده اللي كان عندي النهارده. لو انت تشوفني اشترك وفعل زر الجرس واعمل لك عشان اكمل في محتوى قدامه اكتر واكتر، وشرف كل ما اخلي كل اصحابكم عندهم تقدروا. ما تنسوش اشوفكم ان شاء الله على خير فيديو جديد. شكرا.